السلام عليكم. هو الدولة اللبنانية هي دولة كوميديا. هاي الحقيقة والله. يعني الدولة الجمهورية ما مطلوب يسموها الجمهورية اللبنانية، جمهورية الكوميديا. كيف؟ انت بتسأل كيف هي جمهورية كوميديا؟ حالك كيف؟ يعني مثلا حاطي مثل عن امبارح مثلا. انا من طرابلس و قال عملوا الجيش مداهم. الجيش ما له علاقة، لحتى نكون فاهمين. الجيش هو مجبر ينفذ الأوامر. هلا ممكن انت تحط اللوم على القيادات الامنيه اللي بقلب الجيش، ممكن وبس كمان بدك تحط اللوم على السياسيين اللي هن بيعملوا هالتمثيليات الكوميديه. هلا بيشتركوا معهم القيادات الامنيه، ما بعرف. قال عملوا مداهمات على فلول بشار الاسد، القرداحي، العرصال، الوغد، ابن السافله، الحقير، الوسخ، النجس. قال عملوا مداهمات على الفلول تبعته، يعني عطوا خبر قبل ما يعملوا المداهمات. بقى ما ضل حدا. اتفشكلوا بأربعة خمسة لبنانية منهم سوريين، عليهم مذكرات قشون وراحوا خلصت. يعني ما عملوا شيء ابدا. طلعوا مداهمات على الحيصة. لك الحيصة اللي هي هالقد عمل فيها غرفة عمليات سهيل الحسن. كل العالم صارت تعرف. هلا ولد صغير بتسأله بيقول لك سهيل الحسن النمر الفوشيا الكرتوني عامل غرفة عمليات بالحيصة بعكار. هيدا من كوميديات الدولة اللبنانية. يعني في كوميديا صارت كوميديا سوداء ومقرفة. وهيدي الكوميديا اللي بدها تدمرنا، بدها تدمر الشعب اللبناني. نحن عنا سياسيين للكب بأقرب ما كب زبالة والله. يعني تخيلوا الكوميديا وين. بسنة 2022 عملوا انتخابات بطرابلس والضنية وعكار، اللي هني ضد النظام السوري وضد محور المتعة بالكامل. يعني ما بدي اقول 100%، حقول 90%. طرابلس وعكار والضنية بال90% ضد النظام السوري وضد محور المتعة. بال 2022 لما كان النظام السوري بعده موجود، بتلاقي بيطلع بالضنية نواب تابعة لمحور المتعة. بتلاقي بطرابلس طلع نواب لمحور المتعة، بعكار طلع نواب للتيار الوطني الحر اللي هو تابع لمحور المتعة يعني. وكان يغطي لهم جرايمهم لحتى يغطوا له فساده. شيء غريب. يعني كيف العالم عم تنتخبهم؟ هو فعليا العالم ما عم تنتخبهم. هو كان التزوير شغال على ابو موزة. كان في تزوير كتير بشكل رهيب. بقى طلعوهم لهول النواب. طلعوا هول النواب. هلا في نواب منهم اساهم محور المتعة، وفي نواب كوعوا. بقى انه كيف بالضنية وبطرابلس وبعكار بيطلع نواب تابعين لمحور المتعة؟ انا مني عارف يعني. وال90% من الشعب بهول المناطق لا بيطيق بشار ولا امه وابوه ولا ضيعته ولا المحور تبع المتعة كله سوا. ما في يشوفهم كتر معانا منهم. هيك كوميديا تانية بالسياسة اللبنانية. هيدي هي الكوميديا. وصلت كمان لرؤساء الحكومات. يعني كانوا يجيبوا دندبوري مثلا مثل حسان دياب ويحطوا له الوزراء ويطلعوه هيك يحطوه. لما كيف لك عين لحسان دياب؟ كيف لك عين تعمل هيك يا زلمه؟ انه كيف لك عين تطلع والله العظيم انا ما بعرف كيف لك عين انه كنت تطلع ويحطوك هيك دندبوري هيك مثل الدمى يعني. عيب الشوم عليك. ما بس حسان دياب، كل رؤساء الحكومات هيك للاسف يعني. هيدي كانوا يلعبوا فيه. هيدي من الكوميديا تبعت الكوميديا تبعت امبارح واحد بالعضو المجلس السياسي بحزب ايران اسمه غالب ابو زينب موتني من الضحك. قال بعد ما امريكا قال اعتقلت مادورو، قال امريكا بدها تسكت الشعوب. امريكا هي بدها تسكت الشعوب. لا اول الشيء مادورو ديكتاتور. هذا اول شيء بغض النظر.
تاني شي، ما انتو حارقين امه لنفسنا بلبنان. انتو كنتوا تجيبوا الرئيس الحكومة السني، انتو كنتوا فاتحين حرية يعني للشعب يا غالب ابو زينب. انتو كنتوا فاتحين حرية للشعب. انتو لما رحتوا على سوريا وقتلتوا الشعب السوري واغتصبتوا النساء، انتو سألتوا عن الدولة اللبنانية؟ انتو سألانين عن الشعب اصلا؟ انت عم تحكي انه امريكا بدها تسكت الحرية، بدها تسكت العالم، بدها تسكت الشعوب. لا انتو بتعرفوا الشعوب انتو. لا معلمينك بإيران عم يصرفوا مصريات الشعب الإيراني عليكم لو على ولا شيء. 45 يوم نسفتهم نسف، الكيان نسفكم نسف انتم مشروعكم. لسه عم تضحكوا على العالم لهلا. هيدي كوميديا الجمهورية اللبنانية. نحن عايشين بكوميديا والله العظيم بلبنان. انت بتقعد بتضحك على السياسيين، على رؤساء الجمهورية، على رؤساء الحكومات، على الوزراء، على النواب. والله العظيم كوميديا. نحن عايشين بكوميديا مضحكة بس مقرفة. بقى أنا بطلب من الشعب السوري وبترجاه ما تلوم الشعب اللبناني على أفعال الأوغاد اللي حيك منها، على أفعال السفل اللي هن حيك منها. حتى الجيش اللبناني ما قالوا عليها. أنا على فكرة عسكري، أنا طلعت على التقاعد كان عمري 18 سنة. لما طلعت على التقاعد طلع فيني انفجار صوابط، وكنت عسكري بالجيش وبحب الجيش والجيش ما قالوا عليها أبدا باللي عم بيصير. على القليل العناصر العاديين ما لهم عليها ابدا باللي عم بيصير. هو كله فعل السياسيين الاوغاد اللي عندنا. بقى انا بطلب من الشعب السوري ما تلوم الشعب. حتى هول النواب، نواب المتعة اللي عندنا بطرابلس والضمنية، هول نواب متعة ما حتى نحن ما انتخبناهم.